سلام حبايبي، شلونكم؟ شوف هاي اليوم عندنا شي جدا جميل ورائع ومفيد، وهي نبتة اللافندر. كنا نعرف نبتة اللافندر اللي تكون رائحتها جدا جميلة وقوية، يعني رائحة نفاذة. لكن اللي ما نعرفه يكون أيضا لونها بنفسجي مثل ما تشوفون، يعني حتى الأوراق مالتها تكون بيها رائحة، مو فقط الوردة. رائحتها جميلة جدا. والشيء المهم أيضا أنه تكون هي يعني نبتة علاجية، تساعد تخفف على التوتر، النوم الهادئ. فليس فقط يعني تكون لها صفات أو ميزات جمالية، وإنما أيضا لها فوائد جدا عظيمة. شوفوا جمالها، طبعا بالإضافة إلى أنه هي ما تكون دائمية وإنما موسمية، يعني إلها موسم قصير وينتهي اللي هو فقط فصل الربيع والصيف. لكن بالشتاء تكون يعني جافة، تجف أوراقها، ترجع مرة ثانية تعيد نفسها في الربيع. يعني إذا كانت يابسة الأوراق فما نحاول إحنا نتخلص منها، ولكن نبقى نسقيها، لأن تكون جذورها بالتربة، يعني هي جذور حية. بعدين تعيد نفسها في فصل الربيع، بعد ما الأشجار يعني تتفتح، تعيد هي نفسها مرة ثانية. فهاي أيضا صفة حلوة وجميلة فيها. فحاولوا أن تزرعوها كلكم في كل البيوت، إضافة إلى أن يكون سعرها يعني مو باهظ، تكون رخيصة. بس هي ما تكون داخل البيت وإنما بالخارج. أيضا حاولوا أن تكون يعني مدة السقي بالأسبوع مرتين 3، مو أكثر. خلي نشوفها أكثر، ويعني تحاولون أنه تجدوها بالمشاتل وتغرسوها في فصل الربيع أو الصيف، لأن بالخريف تكون يعني فترة انتهاء